السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دلوقتي فاهم كلامي وبتفكر، تستوعب وبتربط بين الكلام، انك تفهم وتركز وتتعلم وتاخد القرار وتفرق بين الصح والغلط. كل ده بيحصل كل يوم من غير ما تقول يا رب شكرا. دماغك دي هي وعيك، هي تفكيرك، هي ذكرياتك، هي شخصيتك، هي حياتك كلها. تخيل كده لو النعمة دي اتأثرت، لو صحيت في يوم من الأيام مش فاهم اللي حواليك، الناس بتكلمك وانت مش مستوعب، أهلك قدامك وانت مش عارفهم، اسمك انت مش فاكره. في ناس عايشة كده فعلا، واحنا بنفكر ونخطط وبنحلم ومش حاسين. ربنا ادالك النعمة دي مش علشان تضيعها في تفكير زيادة وقلق ومقارنات وحسد وتفاهات. ربنا ادالك النعمة دي علشان تعرف اللي حواليك، تعرفه وتقرب له وتختار الصح من الغلط وتتوب لربنا وتفهم الحياة صح. لكن احنا بنستخدم النعمة دي في ايه؟ شوف انت بتستخدمها في ايه. انت مش محتاج تبقى عبقري، كفاية انك بتفهم وبتستوعب وبتقرر. دي نعمة ناس كتير فقدينها او هيفقدوها. بص لنفسك كده وقول من قلبك الحمد لله على نعمة الدماغ، الحمد لله اني بعرف افكر. انت بتفكر وبتخطط لمستقبلك. في ناس نفسها تفتكر اسمها بس وانت مش حاسس بالنعمة دي. فكر في النعمة واشكر ربنا عليها واستخدمها في الصالح. ما تنساش تشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.